الاجازه كده من ساعه ما اتولدنا وهي فيها سر مش مفهوم. الموضوع معقد شويه، يعني من ساعه ما اتولدنا كده والاجازه ما بتخلص، ما فيش خروج. هو كده دي لعنه من زمان اساسا. لو انت مش هتخرج اساسا بره البيت، فانت لو عايز تخرج في الاجازه انت مش عايز خطه عاديه، انت عايز مانوال جوزيب نفسه يحط لك الخطه بتاعه الخروج دي. مبدئيا كده وانت بتتعامل مع صحابك لازم تبقى عارف انواع صحابك ايه. دايما بيبقى في الشخص الموميا. الشخص الموميا ده شخص اساسا غيبوبه، متاخر عن الزمن ب3 قرون ومش دريان للواقع. ده تكلمه تقول له ايه بقى، تبقى كلك حماس كده واخد الاجازه وما صدقت نفك بقى شويه، تكلمه في التليفون. ايوه بقول لك ايه رايك ننزل ناكل في اي مكان كده وناكل كتير لا والله مش جعان. لا مش جعان انا. طب ايه رايك نأجر ملعب وننزل نلعب كوره كلنا؟ لا تعبان والله، تعبان. طب ايه رايك ننزل سكاي ايجيبت ونتزحلق بقى في التلج وبتاع؟ لا تلج ايه، انا سقعان. لا سقعان. طب ايه رايك اقطع علاقتي بيك يا ابن الجزمه، مش عايز اشوف وشك تاني. بص الناس دي غلط على القولون. في نوع تاني وده اللي هو بيبقى شغال لحساب اهله، اجازه كلها مع اهله. كلمه كده تقول له انت فين؟ في مشوار مع ابويا. مشوار مع اخويا، وهو ما عندوش اخ اساسا، بس هو اكتشف امبارح ان عنده اخ وعنده مشوار فلازم يخلصه. اكتشف انه عنده اخ وليه مشوار فلازم يخلص. من كده تكلمه اجيب اكل لمرات عمتي. شوف التلاعب بالالفاظ، بيلعبك بالالفاظ. قاعد مع ولاد عم، خارج مع ولاد اخت، هو دايما كده بيلعب على وتر. انت عايز نخون اهلي يا اشرف؟ انت عايز ننزل معاك يا اشرف واسيب اهلي؟ ناسي الناس اللي من لحمي ودمي ده الضفر ما يطلعش من لحم. هو انت بتتفاجئ اللي هو انا قلت لك ايه؟ انا بقول لك نخرج يا ابن الورد، وانا بقول لك اقتل امك، انا بقول لك اخرج. وده برده تقطع علاقتك بيه عشان القولون. في نوع تاني بقى وده بيبقى دايس في اي خروج كده وبتاع، ودايس معاك في اي ليه بقى؟ عشان ماشي بنظام اعزمني هتلاقيني، معكش ما يلزمكش، مش هتشوف وش. اللي بيكلمك عن القحط ده والظروف والحياه وهيتسجن هو واهله. تبقى معدي كده من قدام كافيه كده ولقيته قاعد مع بنات. بص ابو هشيمه كله بالفلوس، في نوع تاني بقى وده اكتريته بنات. ده بيبقى خروج بالنسبه لهم حاجه تخش في بقها، مش مهم برضه، المهم تاكل. هو اي حاجه في بقها، هي ممكن تكتفي بسندوتش، يعني ممكن تخرج مع سندوتش. دايما تلاقيهم كده عارفين بعض، تلاقيهم دايما ماشيين بباكت بطاطس يا ميلك تشيك من ماكدونالدز يا بيبسي ماشيين. هم طول ما بقها شغال هي مبسوطه عادي. وتلاقيهم هم شله مع بعض، وتلاقيهم دايما مترددين كده، يتفقوا ينزلوا يروحوا داخلين قاعدين في كنتاكي، قاعدين كده ويقعدوا يبصوا لبعض واللي هو يضحكوا واللي هو يروحوا مغيرين رايهم ويقوموا قايمين شويه وتلاقيهم قاعدين في ماكدونالدز يقعدوا كده. بس في هبل في الموضوع مريب نوعا ما. طبعا انت كشاب على ما تخلص الخطط وتقنع الناس دي كلها بالخروج وتحارب الظروف وكل حاجه تكون الاجازه خلصت، يلا بقى عليه العوض ومنه العوض.